السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي السادة المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. وحلقتنا النهاردة هي تكملة لسلسلة حلقات كل اللي عايز تعرفه عن مسلسلات الموسم الرمضاني 2026، لأن خلاص بدأ العد التنازلي ويقترب علينا شهر رمضان الكريم. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. وخلال الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن 6 مسلسلات نزلنا عنهم حلقات واتكلمنا عن كل مسلسل لوحده في حلقة. الحلقات موجودة على القناة، تقدر ترجع تشوفها، او ده لينك السلسله تقدر تخش عليه وهتظهر لك كل الحلقات. المسلسلات اللي اتكلمنا عليها: علي كلاي لاحمد العوضي، ومسلسل افراج لعمرو سعد، ومسلسل وننسى اللي كان لياسمين عبد العزيز، ومسلسل درش لمصطفى شعبان، ومسلسل عرض وطلب لسلمى ابو ضيف، ومسلسل الست موناليزا لمي عمر، والمسلسل السابع اللي جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده وهو مسلسل الكينج للنجم محمد امام. فكل اللي عايز تعرفه عن مسلسل الكينج هو ده اللي احنا جايين نتكلم عليه في حلقتنا النهارده. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، انزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. معاكم اخوكم اسلام، ويلا بينا نخش في الحلقه على طول. واحنا جاهزين لكل طلباتك. مفيش حاجه غير لما اخد روح اللي عمل كده. مش هسيبك يا حمزه. السكه اللي انت ماشي فيها دي سكه وعره يا حمزه. انا عايز العيلين دول تحت رجلي النهارده. من النهارده الخصوص ليها كبير واحد اسمه حمزه الدباح. بسم الله. ومسلسل الكينج، تعال الاول نتكلم ونتعرف مع بعض على ابطال وصناع المسلسل. والمسلسل بيضم عدد كبير من النجوم مع حفظ الالقاب للجميع. محمد امام واللي هيكون قايم بدور شخصيه اسمها حمزه الدباح الكينج، وميرنا جميل بدور هديه، وعمرو عبد الجليل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وحجاج عبد العظيم اللي هيكون قايم بدور خال حمزه الدباح، احمد كشك ومحمد خميس وكمال ابو ريا. ومسلسل الكينج من تاليف محمد صلاح العزب ومن اخراج شيرين عادل. وطبعا مسلسل الكينج يتكون من 30 حلقه، هيكون معانا على مدار شهر رمضان الكريم، والمسلسل هيتعرض على قناه MBC مصر ومنصه شاهد MBC. وطبعا كانت اخر اعمال النجم محمد امام كانت في رمضان 2024 بمسلسل كبرى، المسلسل اللي كان بيتكون من 15 حلقه، وعلى ما اتذكر ان هو نزل في الجزء الثاني من رمضان. بعد ما اتعرفنا على ابطال وصناع مسلسل الكينج، تعالوا دلوقتي نخش ونتكلم عن قصه احداث مسلسل الكينج. ما اكيد مش هتفضل مكشر لنا كده على طول. ربنا يخليك ليا يا حمزه. مدغدغ يا بت يا لهوي قوي يعني والنبي. لا يا بنت احنا في ملاهي. شاب مصري بيلاقي نفسه في قلب شبكة من شبكات العصابات الدولية اللي بتتحول فيها حياته من شريك إلى مطارد، اللي هيخليه يخوض تحديات ومعارك خطيرة بيحاول فيها التغلب عليها. اخوك شكله مغوط في الشمال لحد كتافه. ايه ده؟ وطبعا مسلسل الكينج اتصور من ما بين مصر ودول عربية ودول أوروبية، وأخيرا كانت دولة ماليزيا. فمن الواضح إن المسلسل متصور في عدد كبير من البلدان، فمن الواضح إن المسلسل هيكون دسم ومليء بالأحداث والمفاجآت اللي متحمسين ليها وإن إحنا نشوفها، ودي اللي كان أعلن عنها ودايما بيعلن عنها النجم محمد إمام. وكل ده هنشوفه في إطار تشويقي اجتماعي مليء بالأكشن والإثارة. وكان أعلن وكان بيتكلم الفنان محمد إمام إن مسلسل الكينج هو أعلى وأضخم ميزانية إنتاجية عربي في 2026، وده اللي منتظرين إن احنا نشوفه ونأكد عليه في الموسم الرمضاني 2026. طبعا خلال الايام الاخيره نزل الاعلان الرسمي لمسلسل الكينج، والاعلان كان مدته دقيقتين، شفنا فيها احداث كتير. وبنشوف خلال الاعلان ان محمد امام بشخصيه حمزه الدباح، وهو بيتكلم وبيقول ان هو ما كسبش اي حاجه في حياته، وان شخص هو لا معاه فلوس ولا معاه معيشه ولا حتى متعلم. اللي قدامك ده ما كسبش ولا حاجه في حياته، لا فلوس ولا عيشه ولا تعليم. ابعد يالا. طبعا خلال الاعلان بنشوف الشخصيات الكتير اللي ظهرت وهتكون متواجده معانا خلال وعلى مدار الاحداث والحلقات، منهم الفنان عمرو عبد الجليل اللي هيكون قايم بدور بدير الجيوشي. انا لولا مسكت ضبط النفس انا كنت فرمتها. وبنشوف برضو الفنانة حنان مطاوع اللي هتكون قايمة بدور زمزم الدباح، وعلى ما اعتقد ان هي هتكون اخت حمزة الدباح.
اعمل نفسك غلبان وانت جامد. بس ما تعملش جامد وانت غلبان. انا معتقد ان هيبقى في نوش ما بين زمزم وبدير عمرو عبد الجليل، وبنشوفها وهي بتديله بالقلب. بدير حطتني في انا حامل من اكتر راجل كرهته في حياتي، كفه وحطيت امي واخويا في كفه وانا اخترتهم هم. وبنشوف برضو مصطفى خاطر اللي هيكون قايم برضو باخ لحمزه الدباح. يعني حمزه الدباح هيكون ليه اخ ياقوت الدباح مصطفى خاطر، واخت حنان مطاوع لزمزم. اللي من الواضح وخلال اللي شفناه في الاعلان ان ياقوت وحمزه اخوات، ومن الواضح مصطفى خاطر ومحمد امام ان في بدايه المسلسل هيكونوا مع بعض وظهر في ظهر اخويا والكلام ده كله، لكن مع مرور الاحداث هينقلبوا على بعض. وده اللي شفناه في الاعلان لما ياقوت مصطفى خاطر بيقول ان حمزه اخويا بس احنا اعداء. الرزاق باعت لك ملاك ب100 اسد. ايه المصلحه؟ حمزه اخويا بس عدوي. وده اللي هنشوفه في المسلسل، هل فعلا هيكونوا اعداء ولا خطه متفقين عليها وهتتغير الاحداث؟ كل ده هنعرفه خلال حلقات واحداث المسلسل. انت عارفه السرعه في قتل عامل كام النهارده؟ معرفش بس الدنيا غلت اليومين. والاعلام بيمشي ان احنا بنشوف سلسله من الصراعات والمطاردات. انا معتقد ان احنا برضه هنشوف رحله صعود حمزه الدباح من الفقر للغنى للعصابات اللي هيكون بتطارده او اللي هيكون منضم ليها. فلوسي فين يا واضح ان في واحد هنا قلبه ميت. ومش هتبقى رقبتك لوحدك. طبعا شفنا كمال ابو ريا. انا جاي لك بخير كتير قوي. عجبني جدا انتشار او وجود الفنان الكبير كمال ابو ريا في خلال الاحداث، وموجود في كذا عمل في رمضان، وكل ده بعد النجاح الكبير اللي حققه من فتره في مسلسل كارثه طبيعيه، الدور الكوميدي الرائع اللي تفوق فيه على نفسه وادانا شكل جديد لكمال ابو ريا في مسلسل كارثه طبيعيه مع النجم محمد سلام. وبس كده دي تعتبر القصة المعلنة عن مسلسل الكينج لمحمد إمام، ودي تعتبر أهم التفاصيل اللي ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل محمد إمام، مسلسل الكينج اللي هتكون مستعد بيها عشان تخش وتشوف المسلسل. ورحمه ابويا ما هحل. انت تسمعي كلامي وتقولي امين يا بت. بقول لك انا مش نغه، واللي عايز اعرف اخده بدراع. وده اللي يخلينا نيجي لسؤال كل حلقة، هل متحمس لمسلسل الكينج لمحمد إمام؟ بدون أدنى شك أكيد متحمس، أكيد مستني المسلسل، أكيد أشوف المسلسل وأتفرج عليه. محمد إمام واحد من أهم نجوم مصر والوطن العربي خلال الفترة الأخيرة، وأي عمل بينزل له الناس بتتابعه وبتتفرج عليه. محمد إمام واحد من النجوم اللي بتعجبني نوعية أعماله وبتعجبني طريقته في الأداء والتمثيل، فواحد من النجوم اللي أكيد أكون منتظر ليها أي عمل، فأكيد متحمس لمسلسل الكينج. فارس كان عاوز يشغلني جاسوس على حمزه الكينج، وانت طبعا رفضت. لا وافقت. 2024 ان محمد امام بقاله سنتين كان غايب عن الموسم الرمضاني، ويرجع لنا بمسلسل 30 حلقه عشان يكون معانا ومتواجد معانا طول الشهر. واضح من خلال المجهود اللي بيتقدم والسفر والتصوير في العديد والعديد من البلدان ان المسلسل هيقدم لنا حاجه وصوره كويسه. انا ما بشوفش في الدنيا دي كلها ستات غيرك يا هدى. وبس كده اعتبر ان احنا اتكلمنا عن كل حاجه ممكن تبقى عايز تعرفها عن مسلسل الكينج. فما تنساش دعمك ليا، تنزل تحت تعمل لايك، تشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وتسيب رايك في الكومنتات هل متحمس للمسلسل وايه توقعاتك اللي حاططها ليه. بس كده اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام.